مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم من الفضائية الإريترية. نحييكم ونقدم نشرة مفصلة لظهيرة اليوم أصحابكم خلالها محجوب حامد، والبدء بالعناوين. البلاد تحتفل بالمولد النبوي الشريف. تقييم أنشطة المرأة في إقليم عنسبة. جهود لتوسيع الاتصالات في عد قيح وصنعفة. قمة أفريقية أوروبية بساحل العاج. ماي تؤكد من بغداد دعم وحدة العراق. وفتح وحماس تتفقان على تأجيل تسلم الحكومة مهامها بغزة. مرحبا بكم إلى تفاصيل النشرة. شهدت ساحة مسجد الخلفاء الراشدين ثلاثين من نوفمبر 2017 بعيد المولد النبي الشريف. وفي الاحتفال الذي نظم في جامع الخلفاء الراشدين بأسمرة حضره حاكم الإقليم الأوسط اللواء رمضان عثمان أولياء وكبار المسؤولين في الحكومة والجبهة ورجال الدين والسفراء وآلاف المسلمين. وهنأ القائم بأعمال مفتي إريتريا الشيخ سالم إبراهيم المختار في الخطاب الذي ألقاه هنأ المسلمون عامة بعيد مولد النبي محمد عليه السلام، وأوضح الخلفية التاريخية لدخول الإسلام إلى إريتريا واستقبال النجاشي للصحابة ومنحهم الأمان. وقال أن الإسلام قديم في بلدنا، كما أن التعايش بين الإسلام والمسيحية قديم قدم الإسلام، بدأت منذ اللحظة التي أمر فيها النبي محمد عليه السلام أصحابه المضطهدين بالهجرة إلى أرض الحبشة ليستقبلهم الملك النجاشي المسيحي بحفاوة وأمان. وأشار بالرغم من هذا الماضي العريق إلى أن المستعمرين الذين ابتليت بلادنا بهم حاولوا بمختلف أشكالهم تمزيق الشعب الإريتري دينيا وقبليا ليسهل ابتلاع أرضه وخيراته، لكنها انكسرت أمام وحدته الراسخة القوية. وقال إن الثمن الذي يتطلبه الحفاظ على السلام والاستقرار الذي تنعم به البلاد لا يقل أهمية عن ثمن التحرير، داعيا رجال الدين للتعاون والتعاضد للحفاظ على مكتسبات الشعب. وأوضح الشيخ سالم أن إريتريا خالية من التطرف، وهي بلد تعيش فيها الأديان بوحدة ووئام، وهو إرث نفتخر به، مؤكدا بأن التطرف القادم من الخارج ليس له مكان في بلادنا. من جانبه أوضح رئيس مجلس الأوقاف لمدينة أسمرة السيد محمد سعيد بشير الخلفية التاريخية لعيد مولد النبي الشريف، وقال: نحتفل باحتفال مزدوج لوقوع عيد المولد النبي الشريف مع حولية حدار صين مقدما مع الاجتماع الذي شاركت فيه عضوات من جميع مديريات الإقليم إلى تنفيذ أنشطة جيدة في التنظيم السياسي، وتوصل إلى تفاهم لتوسيع التأطير والتنظيم والذي يؤكد جهد الاتحاد ووعي المجتمع. وأوضح التقرير المقدم عن حدوث تغيير إيجابي والتشجيع لالتحاق المرأة بالتعليم. القضايا. وقالت مسؤولة الاتحاد الوطني للمرأة فرع إقليم عنسبة السيدة آمنة حسن في ختام الاجتماع إن وضع برامج لتطوير المرأة واجتماع العادات المتخلفة، وحث جميع المؤسسات لتعزيز المشاركة لإنجاح البرامج الموضوعة.
تقوم هيئة الاتصالات الإريترية إيريتيل بأعمال توسعة خدمات الاتصالات في مديريتي عد قيح وصنعفة. وأوضح مسؤول الهيئة في مديرية عد قيح السيد تسفاي جبر متين أن مكتب الهيئة يقدم منذ عام 2010 الخدمات للراقبين على الحصول لخطوط الهاتف النقال والهاتف اللاسلكي في مديريات عد قيح وصنعفة وصورنا وأجزاء من مديرية السجنيتي ليزيل مصاعب السفر إلى من دفر من أجل ذات القرض. كان داعيا للعناية بها مشيرا إلى وجود 5 مقاهي إنترنت في مدينة عد قيح. آلاف من السكان لإنفاذ برامج التنمية في مديرية عد قيح. وأوضح المدير التنفيذي لإدارة مديرية عد قيح السيد هبت كيداني في الاجتماع الذي عقد بالمدينة أن سكان المديرية قاموا بصيانة أكثر من 32 كيلومترا من طريق إيجيلا دمحينة الذي جرفته السيول وبناء مجرا للسيول. وتنفذ أعمال مشهودة لاستقرار التربة وحماية البيئة وإعادة توزيع الأراضي الزراعية والنظافة. وأكدت الاجتماعات على تعزيز المشاركة الشعبية لتنفيذ البرامج الموضوعة. قدمت لجان التنمية والتصدي في إدارات الضواحي وتنظيم عمال المؤسسات الحكومية في مديرية كرن أدوات نظافة وملابس تقدر بحوالي 80,000 نقفة لمريضات الناثور في مستشفى الإقليم الجنوبي. وقالت مسؤولة فرع الاتحاد الوطني للمرأة في مديرية كرن السيدة حرية إدريس إن المبادرة تهدف لتشجيع المريضات. وأوضح أخصائي الرحم والناسور الدكتور داوود سلقي أن مرض الناسور يحتاج لمنصرفات كبيرة لعلاجه ويخلق ضغوط نفسية على المريضات داعيا جميع قطاعات المجتمع لمكافحة أسبابه. وشرح المدير الطبي لمستشفى الإقليم الجنوبي المرجعي الدكتور أمانئيل محرت آب الخدمات الصحية والرعاية المقدمة للمريضات وتأهيلهم في مركز الناسور الوطني. وشكر العمل النبيل. ويستقبل مركز الناسور الوطني الكائن في مستشفى الإقليم الجنوبي المرجعي بمدينة مندفر مريضات الناسور من كافة أنحاء البلاد لتقديم العلاج المجاني. المشاهدون الأكارم، كان ذلك حصيلة أنباؤنا الداخلية. فصل قصير ونوفيكم بالأنباء العالمية، كونوا معنا. مرحبا بكم من جديد. وعلى الصعيد العالمي يشارك أكثر من 80 رئيس دولة وحكومة أوروبية وأفريقية في قمة في ساحل العاج الأربعاء من أجل تعزيز الوظائف والاستقرار في القارة الأفريقية التي تشهد زيادة سكانية إلى حد دعا البعض إلى خطة مارشال جديدة. وتفتتح القمة التي تستمر يومين في وقت يرى الاتحاد الأوروبي مصيره مرتبطا بشكل متزايد بأفريقيا في أعقاب صدمات الهجمات الإرهابية والهجرة غير المسبوقة. وأبلغ رئيس الاتحاد الأوروبي أنطونيو تاجاني برلمانيين من القارتين قبل عقد القمة أن الوقت ضيق لإيجاد سبل لتلبية احتياجات سكان القارة المتوقع أن يتضاعف عددهم إلى 2.4 مليار نسمة بحلول العام 2050. وخصص الاتحاد الأوروبي بالفعل مليارات اليورو لدعم التنمية الاقتصادية في أفريقيا مع تعميق التعاون في مجال مكافحة الإرهاب مع الدول الأفريقية حيث تنشط الجماعات الإسلامية المسلحة. ويأمل الداعمون الأفارقة والأوروبيون لخطة مارشال الأفريقية التي تشجع المليارات في التمويل الأوروبي العام تدفق استثمارات خاصة أكبر. وصلت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى العاصمة العراقية بغداد الأربعاء في زيارة مفاجئة التقت خلالها رئيس الحكومة حيدر العبادي وفق ما أفاد مسؤول حكومي.
وقال مدير المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء حيدر حمادة إن العبادي استقبل رئيسة وزراء بريطانيا وبحثا تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وجهود إعادة الاستقرار والتعاون الاقتصادي وأوضاع المنطقة والتأكيد على وحدة العراق واحترام دستوره. وتقوم القوات البريطانية بالأساس بتدريب القوات العراقية على معارك المشاة والعمليات الهندسية والتقنيات الطبية خلال المعارك، كما تقدم دورات تدريبية على أساليب التعامل مع العبوات البدائية الصنع ومهارات أخرى. وفي محطتها الثانية بالشرق الأوسط وصلت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية للمملكة. وأوضحت المصادر أن الزيارة استغرقت ساعتين فقط، التقت فيهما ماي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد نجله الأمير محمد بن سلمان. اتفقت حركة المقاومة الإسلامية حماس وحركة فتح على تأجيل تسلم الحكومة الفلسطينية لمهامها في قطاع غزة حتى 10 من ديسمبر. وقالت حماس وفتح بعد اجتماع للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة إنهما دعتا مصر لتأجيل اللقاء الذي كان مقررا عقده بداية الشهر القادم في القاهرة إلى 10 منه. وجاء إعلان الحركتين بعد اجتماع طارئ لكافة الفصائل دعت إليه حماس وحضره الوفد الأمني المصري ونائب رئيس الحكومة زياد أبو عمرو في غزة. وشهدت الأيام الماضية اتهامات متبادلة بين حركتي فتح وحماس حول الالتزام ببنود اتفاق المصالحة الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي بين الحركتين برعاية مصرية. أطلقت روسيا بنجاح صاروخ سويز 2.1 حاملا على متنه 19 قمرا اصطناعيا بينهما أقمار روسية وكندية ونرويجية وأمريكية. وذكرت وكالة تاس الروسية أن الصاروخ انطلق في الوقت المحدد له من قاعدة فستوتشيني الفضائية الروسية. وقال ناطق باسم شركة روسكوسموس الروسية إن وحدة التسريع التي ستقوم بإيصال الأقمار الاصطناعية إلى مداراتها المحددة انفصلت عن المرحلة الثالثة للصاروخ، وسيرسل القمر إلى الأرض صورا فوتوغرافية للسحب وسطح الأرض والجليد والثلوج في مختلف مجالات التردد على مدى 3000 كيلومتر، ناهيك عن معلومات حول درجة الحرارة والرطوبة في الغلاف الجوي للأرض والإشعاعات المؤثرة عليه. ومن بين أقمار النانو قمر باوماتس 2 الروسي الذي صممه طلاب في جامعة باومان التكنولوجية الحكومية بموسكو بطلب من شركة مانشسترين الروسية للبحوث العلمية. نهاية النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.